فيلمنا بيبدأ في مدينة لوس أنجلس مع إيف وهي راكبة عربيتها مع عيالها الاتنين وهما إيزي وجوش، وبتبقى الدنيا زحمة جدا والطريق واقف، وفجأة بتظهر فجوة عملاقة في الأرض وبتشوف إيف العربيات وهي بتقع فيها من حواليها، فبتنزل بسرعة من العربية ومعاها إيزي وجوش، لكن جوش بيشوف بنت صغيرة محتاجة مساعدة فبيقف عشان يساعدها وما بيلحقش يجري وبيقع في الحفرة، وبتشوف إيف ابنها وهو بيقع وبتفضل واقفة وهي مصدومة في الوقت اللي بتوسع فيه الحفرة أكتر وأكتر، وبتقع إيف فيها وبتحاول إيزي تلحقها لكنها ما بتقدرش، فبتقولها إيف وهي ماسكة إيدها إنها بتحبها وبتقع مع باقي الناس في الحفرة. وبتصور طيارات الصحافة منظر المدينة بعد ما اتدمرت بسبب الحفرة اللي في الأرض، وما بيكونش حد من الخبراء عنده تفسير عن اللي حصل. في مكان تاني بنشوف جافن واللي بيبقى زوج إيف، وبيكون طيار عسكري ساب شغله بسبب تعرضه لحادثة أدت لإصابته باضطراب ما بعد الصدمة، وبيبقى مريض لدرجة إنه أحيانا بيشوف هلاوس ورؤى بصرية غريبة، وبيبقى جافن في اجتماع مع مديرته، وفجأة بيتم إعلان حالة الطوارئ وبيعرف جافن اللي حصل في المدينة، فبيروح بسرعة للموقع اللي حصلت فيه الحادثة وبيدور على عيلته، وفجأة بيشوف إيزي قدامه واللي أول ما بتشوفه بتترمي في حضنه وهي بتعيط وبتحكي له على اللي حصل، وبيعرف إن مراته وابنه اختفوا داخل الحفرة، وفجأة بيخرج عدد كبير من الطيور الغريبة من الحفرة وبيختفوا في السماء، وفي الحفرة بتفوق إيفا وبتلاقي نفسها وسط أرض واسعة جدا، وبتبص حواليها وهي مش عارفه هي فين بالظبط، وبتشوف صخره عليها بصمات صوابع مرسومه بالدم، وبعدها بتلاقي خط اخضر منور في السماء، تفتكر مشهد جوش ابنها وهو بيقع في الحفره فبتقرر انها تدور عليه، وفجاه بتلاقي قدامها شخص وقع من الحفره زيها وبيكون متوتر جدا ومش عارف هو فين، وبيشوفوا من بعيد دخان خارج من الغابه، فبيقرروا يروحوا ناحيته عشان يستكشفوا لو في ناجين زيهم، وبيلاقوا كل اللي وقعوا من الحفره موجودين، وبيعرفوا انهم وقعوا من الخط الاخضر اللي في السماء، لكن ما بيكونوش عارفين ازاي ممكن يرجعوا تاني للارض، وبتلاقي إيف ابنها جوش وبتكون مبسوطة جدا، وبعدها بيقترح على المجموعة واحد اسمه دي انهم يجمعوا اكبر قدر من الاكل والمية، وبتوافق المجموعة ما عدا شرطية اسمها ميربث واللي بتظهر وهي بتخبي شوكولاته في جيبها، وفجاه بيهجم قطيع من الذئاب على المجموعه وبيتفرقوا وبتدخل كل مجموعه منهم في عربيه، لكن ايف بتفضل متحاصره بين الذئاب، بيضرب شخص اسمه تاي النار بشكل عشوائي على الذئاب وبيقتلهم وبينقذ حياه ايف، وبتصيب الرصاصه من الرصاص جوش وبينقلوه للاتوبيس عشان يحاولوا ينقذوه، وبتروح ايف مع شخص اسمه سام عشان يدوروا على عربيه اسعاف ممكن تكون وقعت من الفجوه، وبتفضل بنت سام واللي بيكون اسمها رايلي مع جوش عشان تخلي بالها منه، وفي لوس انجلس بتبقى دكتوره صوفيا بتقول بيان رسمي بصفتها كبير العلماء في وزاره الامن الداخلي، وبتقول ان اي حد وقع في الحفره مفيش امل انه يفضل عايش، وان كل اللي هيقدروا يعملوه هم انهم يحاولوا يخرجوا جثثهم من الحفره. وفجأة بتيجي لجافن هلاوس عن مكان تواجد إيف مراته، وبيشوف نفس الحجر المرسوم عليه بصمات أصابع بالدم، فبيقول جافن لبنته إيزي عن اللي شافه، وبيقول لها إنه دايما بتجيله هلاوس ورؤى غريبة، لكن بتبقى دايما مشوشة ما عدا المرة دي لأن الرؤية واضحة جدا لمكان إيف، وفي الوقت ده بتبقى صوفيا أمرت بإرسال طائرات الدرون داخل الحفرة، لكن أول ما بتقرب الطيارات من الضوء الأخضر بتفقد الاتصال بالشبكة تماما وبتتدمر، وبيجي لجافن رؤية تانية وبيشوف طيارات الدرون بعد مرورها بالضوء الأخضر وهي متكسرة، فبيحاول يتكلم مع دكتوره صوفيا وبيقولها على اللي شافه، لكن صوفيا ما بتصدقوش وبتعتبره مصدوم بسبب موت مراته وابنه وبيهلوس، وبتبقى ايزي كمان شايفه ان والدها دخل في حاله صدمه تانية بسبب رغبته انه يشوف مراته وابنه تاني او على الاقل يصدق انهم لسه عايشين، وبيبقى جافن عارف ان مفيش حد مصدقه، لكن بيكون حاسس ان مراته وابنه لسه عايشين وان لو في امل فهو هيحاول يدور عليهم، وفجاه بيفتكر انه شاف نفس الصخره اللي عليها بصمات الدم في رحله من رحلاته مع ايف، وبيدور في الالبوم عن صوره الرحله وبيلاقي الحجر وبيعرف العنوان اللي كانوا فيه واللي برضه بيبقى في لوس انجلس، وفي الفجوه بتبقى ايف وسام بيدوروا على عربيه الاسعاف وبيلاقوا طاي اللي بيحاول يساعدهم، وده لانه شاف عربيه اسعاف بتقع في الفجوه معاهم. في لوس انجلس بيروح جافن لمكان الصخره وبيحفر حواليها على الامل انه يلاقي اي دليل تاني، وبتبقى ايزي معاه وبتكون حزينه جدا على والدها اللي بتبقى شايفه انه اتجنن، لحد ما بيلاقوا السلسله اللي والدتها كانت لابساها في رقبتها وبيعرفوا انها اكيد موجوده في مكان قريب، وفي الحفره بتلاقي ايف وسام وتاي اخيرا عربيه الاسعاف، وبيلاقوا لوحه العربيه مكتوب عليها هوليوود، وبيلاقوا لوحه تانية فوق التل مكتوب عليها نفس الاسم، وبيبقى معناه انهم لسه في لوس انجلس لكن في الماضي، وفجاه بيهجم عليهم نمر وبيقع سام من فوق التله وظهره بيتكسر، وبيكمل ايف وتاي هروب من النمر لحد ما بيقع النمر في مصيده، وبيعرفوا ان اللي عامل المصيده هو انسان زيهم وده معناه انهم مش لوحدهم، وبعدها بيرجعوا تاني لسام اللي بيكون ظهره مكسور لكنه بيبقى فايق، فبيقول لهم انهم لازم يتحركوا من غيره وده لانه هيعطلهم، لكن تاي بيرفض يسيبه وبيقول لايف ترجع لجوش لوحدها، تاخد ايف المضاد الحيوي من عربيه الاسعاف وبترجع للمخيم لوحدها، وبيفضل تاي مع سام، وفي المخيم بيبقى
بيبقى جوش مريض جدا بسبب الرصاصه. وبتبقى الشرطيه ماري بيث بتفتش العربيات، وفجاه بتلاقي مخدرات في عربيه منهم، وبتبقى بتستجوب كل اللي في المخيم عن صاحب العربيه، وبتسال بنت مراهقه وبيكون اسمها فيرونيكا، وبتعرف انها بنت الراجل اللي مات بسبب هجوم الذئاب عليهم، وبتبقى معاها اختها واللي اسمها ليلي لكنها بتكون خرصه ومش بتتكلم. وبعد شويه بتوصل ايف للمخيم وبتدي المضاد الحيوي لجوش وبتخيط جرحه، وبتبدا درجه حرارته تنخفض وبيفوق. وفي الوقت ده بيبقى جافن بيتفرج على طبيب بيتكلم عن الحفره واللي حصل فيها، ولان صوفيا مش بتكون مصدقه جافن بيقرر جافن انه يتكلم مع اي حد تاني عشان يساعده، وبيروح للطبيب وبيحكي له اللي شافه، وبيديه حلقه السلسله اللي لقاها جنب الصخره، وبيبقى الطبيب شاكك فيه وبيحس انه مجنون، لكنه بيوافق انه يحلل من خلال الكربون تاريخ الحلقه. وبنرجع بالزمن ل3 سنين، وبيظهر في الصحراء وفي نفس المكان اللي جافن عمل فيه حادثه حفره عملاقه في الارض شبه اللي حصلت في لوس انجلوس. وفي الحاضر بتظهر نتيجه التحليل الكربوني لعمر الحلقه واللي بتكون من 1000 سنه قبل الميلاد، وبنفهم ان الحفره هي عباره عن فجوه زمنيه لنفس المكان في الماضي والحاضر، وان ايف وباقي المجموعه موجودين في الماضي في سنه 10000 قبل الميلاد. وبتصدق صوفيا جافن بان في حاجه غريبه بتحصل، وبتحط خطه للانقاذ، وبتحضر طياره خاصه للمهمه، لكن ما بيكونش مسموح لجافن انه يسوقها، فبيستدعوا طيار تاني وبيكون صديق جافن وبيبقى اسمه ليفاي. وفي الفجوه الزمنيه او في سنه 10000 ما قبل الميلاد بتشوف فيرونيكا مع شاب اسمه سكوت مجموعه من الجمال، وبيبقوا هيقعوا في حفره فيها ماده القطران، فبيوقفوهم وبينقذوا حياتهم. وبعدها بتلاقي فيرونيكا قبر والدها في الغابه وبتكون حزينه جدا. وفي الغابه بيقابل سام وتاي شخص اسمه لوكاس، وبيعرفوا ان ابن الشرطيه ماري بيث، وبيبقى هو صاحب المخدرات اللي ماري لقيتها. وعلى الرغم من ان علاقتهم مش كويسه مع بعض الا ان ماري بتحميه، وبيرجعوا مع بعض للمخيم، وهناك بتساعد رايلي والدها سام اللي بيكون ظهره مكسور، وبتستخدم المخدرات اللي لقوها في العربيه كمسكن ليه. بيرجع سكوت وفيرونيكا من الغابه وبيقول لهم سكوت انه متخصص في الانثروبولوجي، وانه شاف 8 جمال كانوا موجودين من 10000 سنه قبل الميلاد، ودرس انه تم انقاذهم. وبيكمل وبيقول ان هم نفس الجمال اللي انقذهم من شويه، وده معناه انهم موجودين في سنه 10000 قبل الميلاد. لكن محدش بيصدقه. وبيروح لوكاس مع والدته عشان يدوروا على مخرج من المكان اللي هم فيه. بيقابلوا في طريقهم مصيده للحيوانات وبيتاكدوا ان كان في حد عايش قبلهم. وفي الوقت ده بتتحرك ايف مع تاي عشان يجمعوا اكل وميه، وفجاه بيقابلهم دب ضخم جدا فبيستخبوا بسرعه في الكهف، لكن بيلاقوا لوكاس وماري بيث معاهم، وبيبقوا بيدوروا على مخرج وبيلاقوا مجرى مائي وبيمشوا وراه، لكنهم بيتفاجئوا بجثه بشري زيهم، وبيبان انه كان من المستقبل، وان بسبب العزله اللي كان عايش فيها قرر انه ينتحر. وبيشوفوا المسدس جنبه، فبيقرروا انهم ما يقولوش لاي حد من المجموعه عشان ما ييأسوش او يقرر اي حد فيهم ينهي حياته. وبيدوروا مع بعض على اكل وبيجمعوا كميه منه، وبيرجعوا المخيم، وهناك بيعترف تاي لإيف انه مصاب بورم في المخ وانه مش هيعيش كتير، لكنه لما نزل من الحفره دي حس ان بقى عنده هدف في الحياه بعد ما كان فاقد للامل. وفي المستقبل بيبقى ليفي وجافن بيتناقشوا مع بعض في المهمه، وفجاه بيعترف ليفي لجافن انه كان على علاقه مع مراته لكنهم انفصلوا، وبيركب ليفي الطياره وبيدخل بيها للفجوه، لكن اول ما بيقرب من الضوء الاخضر بيتقطع الاتصال معاه، وبيفترضوا ان الطياره هي كمان اتحطمت، وبيتاثر جافن جدا على موت صديقه. وفي المخيم بتسال رايلي سكوت عن باقي المخدرات واللي بتكون معاه، بيقول لها انه دفنها في مكان في الغابه، وبيبقى بيحاول يفتكر هو دفنها فين لكنه بيكتشف انه نسي مكانها. وفي السماء بيزيد الضوء الاخضر وبتدخل طياره ليفي للغلاف الجوي، وبيشوفها كل اللي في المعسكر لكنهم ما بيكونوش عارفين مكان هبوط الطياره. تاني يوم بيروح لوكاس وايف وجوش مع سكوت ورايلي عشان يدوروا على الطياره، وبيلاقوا ليفي واللي بيقول لهم على المهمه اللي اتكلف بيها. بتفرح المجموعه جدا وبيعرفوا ان كان في ناس بتدور عليهم ومصدقين انهم عايشين، وبيقرروا انهم يحاولوا يصلحوا الطياره عشان يقدروا يرجعوا بيها تاني للارض، لكنهم بيعرفوا انه مستحيل يلاقوا ادوات يصلحوا بيها الطياره واللي بيبقى المحرك بتاعها بايظ. وفجاه بتلقط الطياره اشاره على بعد 3 اميال في الغابه، وبيخمنوا وجود حد ممكن يساعدهم وان ده اخر امل ليهم. وفي المخيم بتبقى فيرونيكا منع اختها ليلي انها تتكلم مع اي حد، فبتتضايق ليلي وبتهرب للغابه وبتصرخ. بيجي كل اللي في المخيم ورا مصدر الصوت، وبيلاقوا ليلي وهي واقفه قدام جثه شخص، وبتبقى ليلي شهدت على موت الشخص، لكن فيرونيكا بترفض تخليها تتكلم وبتاخدها وبتمشي. وفي لوس انجلوس في المستقبل بيحصل زلزال قوي في المدينه، وبتعلن السلطات ان السبب هو تحطم طائره الانقاذ اللي بعتوها في الفجوه، وبيعلنوا ان مفيش اي عمليات انقاذ هتتم تاني منعا لفقدان الارواح. وبيعرف جافن ان القرار ده صادر من دكتور صوفيا، فبيروح لها المكتب وهو متضايق جدا، لكن بيلاقي انها في اجازه، وبيشوف صورتها مع واحده اسمها ريبيكا واللي كانت معاه في برنامج استكشاف للفجوات المشابهه اللي في المدينه، وده معناه انها المفروض عندها اجابات لكل الاسئله اللي عنده. فبيدور على عنوان ريبيكا على الانترنت وبيزورها مع ايزي في بيتها، وهناك بتبقى صوفيا معاها، وبتحكي لهم ريبيكا عن الفجوه واللي تم اكتشافها من 3 سنين، وانها كانت مع صوفيا في فريق الاستكشاف، وانهم كانوا موجودين لما جزء من فريقهم وقع في الفجوه، وان لو كلامه صح والناس اللي في الفجوه لسه عايشين فده معناه ان زمايلهم بقالهم 3 سنين محبوسين في سنه 10000 قبل الميلاد. وبتكمل وبتقول انهم رفضوا
يسيبوا زمايلهم، وقرروا انهم يصمموا طياره خاصه مزوده بكل الامكانيات اللي تخليها تعدي من الفجوه. لكن القيادات اعترضت على الفكره والعمليه ما تمتش، فبيقرر جافن انه يقود الطياره بنفسه لكن في السريه تامه. وفي المخيم بيكون تاي بيسال ليلي عن اللي شافته امبارح، وبيكون طبيب نفسي وبيبقى بيحاول يساعدها. لكن فيرونيكا بتقول له ان اختها مش بتقدر تتكلم، فبترد ليلي اخيرا وبتكشف ان اختها كدابه، وبتقول لهم انها شافت راجل عجوز في المكان اللي كانت الجثه فيه. وبيظهر راجل غريب وهو بيراقبهم، وبيكون واقف بين اشجار الغابه. وفي طريق ايف وباقي المجموعه بيبقوا بيدوروا على المكان اللي الاشاره جايه منه، وبيوصلوا لحصن مليان بيوت شكلها غريب، وبيتوقعوا انها بدايه